السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في مطبخ بوسي. لو اول مرة تشوفي قناتي اسعديني باشتراكك في القناة، ولو عجبك الفيديو لايك وشير كتير. لو لسه ما فرزتيش الطماطم تعالي نفرزها وحالا، مش بكرة ولا بعده. الطماطم عمالة السعر بتاعها يرتفع يا جماعة. النهاردة بقت ب10 جنيه. انا كنت جايباها من يومين، كيلو ونص ب10. حسيت كده ان هي خلاص ابتدت تترفع، رحت لاحقه نفسي وجايبه 6 كيلو طماطم. وكان عندي حوالي كيلو ونص كده، رحت غسلاهم ورحت حطاهم على طول في الحله. زي ما انتوا شايفين كده غسلتها كويس قوي، شلت العنقود الاخضر بتاعها، ولو فيها اي بثور او اي حاجه مش كويسه في الطماطم، وبشيلها بحرف السكينه كده وبقطعها نصين، وبحط نص كوبايه ميه ومعلقتين سكر على الكميه اللي انا حطاها دي، معلقتين سكر. وتلحقي تفرزي الطماطم لو انت لسه ما فرزتهاش وشايلاها في الصيف، تعالي ده وقتها ان انت تفرزيها دلوقتي حالا، لاني خلاص هتبتدي تترفع. النهارده بقت ب10 جنيه يا جماعه. خلوا بالكم، انا لما حسيت ان هو كيلو ونص بقى ب10، حسيت ان هي هتبتدي تترفع، رحت لاحقه نفسي وجايبه الكميه ديت. هنشيلها بقى رمضان لوقت ما تكون هي غاليه قوي بقى. الله اعلم يعني احنا هنطلعها امتى. ساعات بتضرب كده سعر جامد، تبقى عندنا في الفريزر ونطلعها الشهر اللي هي ولا الشهرين اللي هي بترتفع فيهم. ده هينفعنا. طبعا هاتي الكميه بقى اللي انت حباها او الكميه اللي تقدري عليها. طبعا دي اول كميه. خلاص مش هلحق اجيبها ب10 جنيه خلاص. انا كنت مفرزه حبه، و يعني بحاول لما بزنق ما باخدهاش، فاهمين قصدي. حاولي تفرزيها، والتفريزه ديت بطريقه سهله جدا زي ما انت شايفه. بتقطعيها وبتحطيها على البوتاجاز ونسيها، وهدي النار عليها ونسيها خالص على البوتاجاز طول النهار كده، وانت شغاله في المطبخ حطها على العين الصغيره تستوي براحتها. تستوي، عارفين يعني ايه مش تستبك، تستوي. بصوا هي كانت قد ايه وخليتها حبه قد ايه. تسبك جدا جدا. بجد بتبقى احلى عصير طماطم انت بتعمليه، او طماطم مصلصله. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا السمك بتاعها او التقل بتاعها مش راضي ينزل من الهاند بلندر، واخدين بالكم. طبعا لو من هاند بلندر بالخلاط مش هتاخد معاكي 3 دقايق ضرب. تسيبيها تبرد خالص وتحطي معلقتين السكر لمادة الحفظ بتاعتنا، وخلاص على كده. شايفين التقل بتاعها؟ المكيال دوت هما 2 هيعملوا لك حوالي طبخة معتبرة كده. لو انت هتعملي صلصة مكرونة، هتعملي صلصة محشي، الكيس اللي انا هعمله دوت المعيارين، تاخدي 2 منها كده. معيارين هيدوكي الكمية اللي تعملي بيها اي حاجة، سواء صلصة مكرونة محشي، هتلاقي الكمية بتاعتك حلوة جدا، لانك انت مصلصلة الطماطم. يعني مش مخلية فيها اي نوع من المية خالص. احنا منشفينها خالص، بتهدي النار عليها وتستوي وتخليها تنشف للنهاية، ما يبقاش فيها نقطة مية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي بقى ده الكيس الكبير اللي هو ده تملي غالبا كده بناخده للمحشي. بيبقى فايض حبة كده في الحلة اكتر من المعيارين، رحت حاطاه ده الكيس الكبير. كلهم اكياس واحدة. لو انت مثلا عندك عزومة او كده هتطلعي طبعا كيسين، بتبقى المعيار بتاعك احسن من لما تطلعي الكيس كله وتاخدي حبة وتسيبي حبة تاني. طبعا ده ما بيبقى صحي على الصلصة اللي احنا بنعملها، وناخد حاجتنا كويس. زي ما انتوا شايفين كده انا عندي طبق الفل دوت. وانا ده لما بيجي لي في حاجه بتبقى نظيفه كده، بروح غسلاه ومنشفاه ومخلياه كده على جنب للحاجات اللي هي بتاعه الفريزر بفرز فيها. آه واروح حطاهم كده اكنه درج معايا زي ما انتوا شايفين، وهتشوفوا انا بشيله ازاي. وطبعا بنطلع الهواء اهم حاجه من الكيس بتاعنا. وحركة الفل ديت يا جماعة، الطبق الفل دوت حلوة قوي وبتنظم لك الفريزر بتاعتك. بصوا انا بجيب الغطا وبغطيه كده، بجيب واحد تاني وبغطيه كده وبحطه في الفريزر. اول حاجه بينظم لي الفريزر، في نفس الوقت ما بيخليليش الطماطم لو نزلت شويه او حاجه
هتنزل اي حاجه، هتنزل في الطبق، هتخلي الفريزر بتاعتك نظيفه، وفي نفس الوقت حاجتك منظمه، وتقدري تحطي ايدك هتطلعي كيس الطماطم. وصلت الفكره؟ يا رب تكون وصلت الفكره. فيديو خفيف كده ولطيف، وان شاء الله تكون استفدتي بيه. ولو لسه ما صلصلتيش الطماطم، انزلي هاتيها حالا، وحاولي تجيبيها رخيصه شويه، لان هي خلاص غليت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم لي سالم.